بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير السعدي رحمه الله، أحب أن أنبه إلى أمر وهو من الأهمية بمكان. أرسل بعض الإخوة مقطعا صوتا وصورة فيديو لشخص يقال له حسين العولقي، وهو يتحدث في مقطع صغير باسم السلفيين أهل السنة. وهذا الرجل حفظكم الله وبارك الله فيكم انتشرت صوتيته في كل مكان حسب ما أخبرت في جميع مواقع التواصل، ونشرها أعداء السلفيين من الحزبيين وغيرهم، وأرادوا بذلك شين أهل السنة والقدح فيهم. هذا الرجل بسؤالنا عنه لم يعرفه أحد من أهل العلم، ولم يعرفه أحد من الإخوة، فهو مجهول الحال، والمستمع إلى كلمته يشعر وكأنه لقن الكلام تلقينا مرتبا. وإني والله أخشى أن يكون هذا الرجل دسيسة على أهل السنة السلفيين، ومن ركز في كلمته يشعر أن هذا المجهول في تكراره لكلمة نحن السلفيين نحن السلفيين. أقول حفظكم الله وبارك الله فيكم. السلفيون في أوقات الفتن والنوازل والأزمات لا يلتفون إلا حول علمائهم الكبار، ولا يخرجون عن توجيهاتهم ونصائحهم ويلتفون حولهم، لأن الاعتصام بأهل العلم في أوقات الفتن والنوازل نجاة بإذن الله. وكما عبر بعضهم العلماء في أوقات الفتن سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. هذه الأيام هي أعظم أيام الفتن التي تمر بأمة الإسلام، وينبغي أن يفهم الجميع أن الحرب القائمة اليوم إنما هي حرب بين إسلام وكفر، بغض النظر عن أي أمر غير هذا. الحرب القائمة اليوم بين إسلام وكفر، وإذا كان الأمر كذلك فإن أهل السنة تشرئب أعناقهم إلى علمائهم، فنجد أن علماءنا الكبار سكتوا، ونعتقد اعتقادا جازما أنهم عن علم لا عن جهل سكتوا، فيسعنا ما وسعهم. وينبغي علينا معاشر الأحبة الكرام ألا نلتفت إلى مثل هؤلاء المجاهيل الذين يتصدرون هذه المنازل في أيام الفتن ويتكلموا بكلام يضر ولا ينفع، كلام يضر ولا ينفع. فبارك الله فيكم، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، قتلوا على يد اليهود، وهذا مما يحزن. نعم، بغض النظر عما عليه فلان الذي قتل، ننظر أهل العلم هل خاضوا تكلموا سكتوا. يأتي مثل هذا المجهول ويتحدث بمثل هذا الأمر العظيم. نحن السلفيين. يا أخي بارك الله فيك، إن كنت سلفيا حقا فلن تتصدر لمثل هذا، وستبقى خلف علمائك ومشايخك. وفي مثل هذا الوقت الحرج، في مثل هذا الوقت نخشى والله يا إخوان أن يكون هذا الرجل دسيسة إخوانية أو غيرها لتشويه أهل السنة والسلفيين في هذا الوقت الحرج. ونحن نترحم على من قتل على يد اليهود مسلما، طالما وأنه مسلم فرحمه الله وأفضى إلى ما قدم، وهو الآن بين يدي ربه. الواجب علينا مما اتفق عليه العلماء اليوم في أحداث غزة على الوجه الخاص، وفي لبنان الآن وفي غيرها اتفق العلماء على ألا يخوض المسلم في مثل هذه القضايا الكبيرة، وإنما نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن ينصر المستضعفين في غزة وفي لبنان وفي غيرها، وأن يرحم الله عز وجل أولئك، وأن يرفع عنهم بطش اليهود، وأن يشتت الله عز وجل شمل اليهود، وأن يقتلهم في عقر دارهم. هذا هو الواجب الذي ينبغي. أما هذا العولقي المجهول فقلت لكم بارك الله فيكم كلامه يطوى ولا يروى، وهذا المجهول نخشى أن يكون دسيسة على السلفيين. أقول ما قلت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.